في الفيديو ده هقولك على شوية مهارات لازم يكونوا عندك عشان تعيش حياة أحسن. تمام؟ وهيفرقوا معاك جدا في الذكاء الاجتماعي وفي الفرص اللي بتجيلك وفي الحياة عموما، مش مع البنات بس. ولازم يبقوا في أي راجل. أول حاجة وهي مهارة التواصل، الكتابة والكلام الواضح. صدقني ده بيفتح لك فرص كتير في جميع المجالات اللي انت تتخيلها. مع البنت، مع ابوك وامك، في الشغل، مع صحابك، مع الدكتور في الكلية. والله العظيم حتى وانت بتشتري اكل، يعني صدقني الموضوع ايه خليك واضح وصريح كده. مش بقولك ان انت تبقى واضح يعني تبقى دغري والكلام ده، لا مش ده اللي انا اقصده. خلي طلباتك واضحة. تمام؟ انت عايز كذا وعايز توصل كذا، بس خلاص خلصت. اي محاولة لف ودوران منك، اي حاجة تانية، صدقني هو تضييع وقت بس مش اكتر. تاني حاجة وهي انك تحوط نفسك بناس عندهم مبادئ او ناس اعلى منك. انت للوهلة الاولى هتحس ان ده تطوير ذات، لا بس مش ده اللي انا اقصده. انك تكون حوالين ناس فعلا عندها مبدأ. انت كده كده زي ما بنقول ايه، 9 مليونير مع واحد فاشل، الا الفاشل ده هيبقى العاشر بتاعهم. سواء شئت ام ابيت، كده كده هي مسألة وقت. تمام؟ بس انت عشان تقعد معاهم، ما هم مش هيقعدوا معاهم واحد فاشل، صح؟ فلازم يبقى عندك زي ايه، تنمية مثلا، تكون فعلا قابل للتطوير، هم يكون حاجة شايفينها. تمام؟ او عندك ذكاء اجتماعي، او عندك فلوس، او عندك شخص، يعني عندك ميزة تخلي الناس دي فعلا تتحوط بيك. ما هو الناس دي مش هتقعد معاك ايه من فراغ كده. دايما تسمع اقعد مع ناس ناجحة. ما هو انت مش ناجح، طب هيقعدوا معاك ليه؟ هم ناجحين هيقعدوا. اذا كان انت فاشل ومش عايز تقعد مع ناس فاشلة، هم ناجحين هيقعدوا مع ناس فاشلة ليه؟ الناس دي كل ما هي بتعلى، انت حتى لو مش هتعلى معاهم انت بتاخد خبرات منهم، بتشوف ايه الصعوبات اللي بيواجهوها، بتشوف هم بيفكروا ازاي. يعني حتى لو انت ما وصلتش للحاجة اللي هم وصلوا لها، انت بقى زي ما بنقول كده انت بتاخد خبرة. من الاخر انت بتاخد خبرة كده عصارة السنين، مع شوية اجتهاد منك ان شاء الله ربنا يكرمك. تمام؟ انما انت لو قاعد مع ناس فاشلة هيضيعوا لك وقتك وحوارات كده، فاهم؟ فحاول ايه، تنجز بدري بدري عشان الحياة ما فاضلش فيها كتير. وبالذات انت كواحد بتتفرج عليها في الغالب عربي، فاحنا في العرب مستوانا ضايع المادي والاجتماعي، وفي صحتنا وفي كل حاجة والله. فحاول ايه ما تضيعش وقت كتير، عشان انت اللي كل دقيقة هتندم عليها بعدين. تالت حاجة وهي البيع والشراء. انت لازم تتفاوض ولازم تقنع، وتعرف تبيع وتشتري في اللي قدامك. مش تبيع له حاجة، لا انت تشتريه هو. عارف انت تبقى قاعد مع حد تليه لك الوهم كده، انت لازم تتعلم المهارة دي. مش بقولك استخدمها في حاجة غلط، بس على الاقل هتحميك من اللي حد يعمل معاك كده. يعني انا دلوقتي مثلا بعرف ابيعك الوهم، بعرف اشتغلك، بعرف. جه واحد تاني يعمل فيا ده اللي هو هقاو، انت جاي تعمل معايا اللي انا بعمله؟ طب ما هو انا عارف الحاجات دي، فاهم؟ فعلى الاقل المهاره دي هتحميك من التلاعب. وصدقني معظم اللي بيقدموا لك محتوى بيعرفوا يبيعوا الوهم، وفنانين في الحاجات دي. وعلى فكره دي مش حاجه عيب، لازم تكون عندك الصفه دي. عشان لو عندك حاجة حابب تبيعها، مثلا كورس معين، هدوم، حاجة معينة مثلا انت حابب فكرة معينة حابب تروج لها، عايز تقنع اللي قدامك بفكرة. صدقني مفيش احلى من لعبة المبيعات عموما، انك تعرف تبيع وتشتري في اللي قدامك للي قدامك. سميها زي ما تسميها، فعل اخلاقي فعل غير اخلاقي، انا ما بقولكش استخدمه في الغلط، على الاقل هيحميك من الشر. وصدقني برضو الحوار ده هيفرق معاك في حياتك كلها. يعني اوعى تكون فاكر مثلا بيتعامل مثلا مع بينك وبين صحابك بس، لا عادي انت ممكن. والله العظيم انا افتكرها كنت في الكليه، بدون دخول في تفاصيل. يعني انا في الكليه انا نجحت ال4 سنين بلا استثناء بالطريقه دي. والله العظيم حتى في صحابي معايا في الكليه عارفين الكلام ده. ما كنتش بحضر يوم، ولو حضرت بخش انام. والله بروح. وما شلت ولا ماده طول ال4 سنين. انا لاسباب معينه حبيت ان انا ما يعني ما اتخرجش، يعني حاجه انا معينه بعملها. تمام؟ المهم ان انا ما شلتش ولا ماده لحد سنه رابعه الترم الاول. انت متخيل؟ ولا ماده، وما كنتش بحضر يوم بحاله. واقول لك وما كنتش بسلم تكليفات ولا اي حاجه، وكنت بجيب تقدير. ازاي دي بقى؟ بمهاره انت بتقنع اللي قدامك ان هو بقى ايه، يفهمك الماده، الدكتور نفسه تقنعه بحاجات معينه. صدقني المهارة دي من أجمد المهارات اللي ممكن تستغلها على مدار حياتك كلها. طبعا على شوية اجتهاد منك، على شوية التزام، بعدين الموضوع بيمشي. تمام؟ وحتى في الشغل، حتى في المعلومات اللي انت بتاخدها، حتى الناس اللي بيقدموا لك محتوى زي ما قلت لك بيبيعوا لك الوهم برضه في بعض الأحيان. يعني في معلومات هم بيبقوا عارفين انها غلط،
بس بيضطر يقولها لك بطريقه معينه لهدف، مش عايزك تعرف الحقيقه مثلا، مش حابب مثلا يروج لحاجه معينه وهكذا. تمام. فهي صفه جامده. تمام. ولازم تكون معاك. صدقني الصفه دي هتنقذك من الوحل في حياتك كلها بلا استثناء، مع ستات، مع رجاله، مع بياعين، مع في الكليه، مع صحابك، مع مراتك، في الشغل، في اي حاجه بدون مبالغه. اي حاجه انت عايز تعملها، الفكره انك تعرف تقنعه. بس اللغه دي او المهاره دي عموما من اجمد المهارات اللي انت ممكن تمسكها. لو عرفت تمسكها انت حليت 70 80% من مشاكلك. الحاجه الرابعه وهي انك تكون ذكي في صحتك. بص، انا غلطت غلطه عمري لما نزلت الجيم والتزمت باكل صحي دايما، لان انا طول عمري التزم باكل صحي دي مش هتحصل. تمام. وان انا التزم بالتمرين دايما هزهق. وحاجه كمان، انت بتضر نفسك من حاجات تانية، لان انت كده مفضي نفسك للتمرين وللاكل والكلام ده. تمام. فايه الفكره اللي انا عايزك تعملها ايه؟ التزم بتمرين يوم ويوم لا. انا عارف انك حابب تروح 5 ايام في الاسبوع، انا عارف انك عايز تروح 20 مره في اليوم، والله انت جامد، بس ما تعملش ده عشان على المدى البعيد ما تزهقش وما يجيلكش ملل. عارف كده السباق، ما ينفعش الواحد من البدايه يقوم جاري مره واحده، لا بيجري بالراحه بالراحه بالراحه، مع انه يقدر يجري، لا هو عايز يجري بالراحه عشان يطول اطول فتره ممكنه. تمام. انت نفس الكلام، ما تضغطش على نفسك في التمرين، ما تضغطش على نفسك في الاكل. كل اكل صحي مثلا كل 3 4 ايام قدامهم وجبه وجبتين مش احسن حاجه. اعمل اللي تقدر عليه، ما تجيش على نفسك. تمام. جسمك هيقدر يتعامل مع الموضوع بشكل طبيعي، زي انك بتتعامل ب 80% بصحه وبطريقه عقلانيه وبتمرين كويس، و20% لا. احسن من ان انت تتمرن وتاكل اكل صحي لمده سنه سنتين 3 يا عم، وبعد كده تمل وتزهق وتفتح بقى على البحر في اكل ايه، يعني اكل ايه مش صحي. تمام. فافهم جسمك. لو انت قادر تعمل ده تمام اعمله، بس انا بقول لك بنسبه كبيره مش هتعرف تعمله، خصوصا ان انت في الغالب هتكون بتشتغل، بتتعلم، يعني بتتعلم مهارات تانية، حاجات تانية كتير، فانت مش هتبقى فاضي للتمرين 24 ساعة. هو ممكن يكون وسيلة حلوة مفيش مشكلة، بس ما ينفعش تخليه كل حياتك. ما ينفعش تلتزم بتمرين وتعمل احسن كتلة عضلية في اسرع وقت، وانك تخلي صحتك احسن حاجة في اسرع وقت. صدقني الموضوع ده هيقلب بضرر. انا مش عايزك تستعجل على النتائج، امشي الموضوع واحدة واحدة. مفيش مشكله، التزم بالتمرين 3 ايام 4 ايام يا سيدي في الاسبوع. مش لازم انا النهارده انا ليا نسبه 20 جرام بروتين انا لازم اكلهم بالظبط، مش لازم ده كله يحصل. خيش في مره او فلت في مره عادي، والدنيا هتمشي معاك. تمام. عشان تعرف توازن في الحاجات التانية. ما تنساش ان انت المفروض بتعمل فلوس، بتتعلم مثلا مهارات تانية، لازم تعتمد على نفسك، تحل مشاكل، تفهم القانون، تفهم يعني تفهم دينك وهكذا، عشان تنجو باحسن حاجه تقدر توصل لها. انما لو ركزت في حاجه واحده، على فكره الموضوع مش في الصحه بس او التمرين بس، في اي حاجه تانية، لو ركزت ان انت تقوي شخصيتك فقط هتلاقي نفسك وقعت في حاجات تانية. فحاول ما تقعش في الغلطه دي، لان الغلطه دي انا وقعت فيها بدري بدري. حاول انت ما تقعش فيها. وده مش معناه ان انا بقول لك سيب التمرين خلاص انت ملتزم فبطل، لا مش ده اللي انا اقصده. لو هو مش مؤثر عليك في الحاجات التانية تمام، انما انت لو حاسس ان هو مأثر عليك فخفف شويه. وصدقني كده كده التمرين ملتزم يعني معاك انت، هي ان شاء الله السنه الجايه واللي بعد يعني عادي جسمك هيعرف يتعامل بشكل طبيعي، ما تقلقش. حاجه كمان وهي انك تتعامل على النظام الرقمي. العالم كله متجه للذكاء الاصطناعي، واحنا زي ما احنا محلنا سر. يقول لك ايه، ما تقعدش على الموبايل كتير. طب انا لو دلوقتي لو عايز اجيب معلومه هجيبها منين؟ انزل اروح مكتبه الاسكندريه مثلا مخصوص عشان اجيبها؟ بجد والله موضوع مش منطقي. مش بقول لك اعتمد عليها بشكل اساسي، بس الذكاء الاصطناعي هو اللي هيحتل الدنيا قدام. مش بقول لك بقى برمجه بقى وكول سنتر وتطوير ذات والكلام ده، لا مش ده اللي انا اقصده. حاول تعرف تواكب العصر، حاول تفهم الذكاء الاصطناعي بيشتغل ازاي، حاول تفهم هو بيجيب المعلومات دي منين، حاول تفهم بناء عليه بيقول لك المعلومه دي والمعلومه دي لا، وهكذا. تمام. صدقني انا وانت محظوظين ان احنا عايشين في الموجه الاولى من الذكاء الاصطناعي بدري بدري كده، انت فاهم؟ ده بقى يعني في ناس قدامنا هتعاني. تمام. فصدقني الموضوع ده حلو، وحاول تتعلمه وحاول تفهم الدنيا ماشيه فيه ازاي، لان هو اللي هيبقى المستقبل. تمام. سيبك بقى من اللي يقول لك ما تمسكش الموبايل كتير والكلام ده، لا عادي. انا شغلي كله يعتبر اونلاين اصلا، يعني ما امسكش الموبايل ازاي يعني؟ انت فاهم؟ لو انت اونلاين كوتشنج مثلا، لو في جيم بتمرن مثلا، ما مش هتمسك الموبايل ازاي؟
انت فاهم المبدأ؟ حاول على قد ما تقدر تفهم الدنيا ماشيه ازاي. يعني لو انت فعلا ده هيفيدك امسك الموبايل عادي، وطبعا بحدود، وتبقى فاهم انت بتعمل ايه. لان العالم كله متجه للذكاء الاصطناعي والبرامج والتقنيه والايام الرقميه جدا، تمام؟ عشان ما تتعبش انت بعدين. حاجه كمان انا حابب اقولها، انك تستخدم عقلك شويه. يعني اي حد يقول لك معلومه ما تروحش تاخدها وخلاص، مش لمجرد انه قال لك بص ادي الدليل كذا فخلاص. بالله عليك، عشان دي اكتر جمله بتضيع البني ادم. حاول تفهم اللي قدامك ده بيقول لك كده ليه، يمكن بيشتغلك حتى لو عنده. يعني عايز اقول لك على حاجه، ما تتخدعش في الرقم اللي عنده، سواء عنده فولورز او فلوس او شكل او شخصيه او معلومات، ما تنخدعش فيه، تمام؟ حاول تشوف فعلا معلوماته صح ولا لا. مثلا بيروج لكورس معين، هل الكورس ده هيفيدك فعلا ولا لا؟ حاول تشوف بيستعبط ولا لا، بيشتغلك ولا لا. حاول تفكر في الكلام اللي هو بيقوله، يمكن عنده كلام متناقض. يعني انا اصلا بقفش اللي قدامي بالوقت. ازاي هو بيقول لي حاجه دلوقتي تمام، هفكر فيها واركز وطلعت صح والدنيا جميله، جه بعدين قال لي حاجه عكسها والحاجه دي صح وكل حاجه. طب منين انت كنت بتقول واحد ومنين بتقول اتنين؟ ازاي الاتنين مع بعض؟ الاتنين صح، بس انت لما تدمج الاتنين مع بعض هتكتشف ان هو يا بيحور في دي يا في دي، ان لم يكن في الاتنين يعني، تمام؟ وكلامي هنا على اللي بيقدم لك محتوى، تمام؟ لانه والله العظيم والله العظيم والله العظيم 3 مرات وحلفان اتحاسب عليه، 3 ارباعهم بيشتغلوكم وبيقدموا لكم حاجات هم مش بيطبقوها، وبيقولوا حاجات هي بتكون صح بس هم مش عارفين يطبقوها. فانت لما تيجي تفشل فانت بتحس ان في حاجه غلط، فاهم؟ ركز على اللي قدامك. ايه ده بيقدم لي نصيحه، طب انا هشوف حياته. ايه ده بيقول لي اشوف، يمكن يطلع، لو طلع صح خلاص مفيش مشكله. ايه المشكله لما تراجع وراه؟ صدقني الحاجات دي هتخليك تبعد عن الناس اللي هي ايه، مؤذيه وخلاص، وهتقفشهم بدري بدري بدل ما تغوط. على فكره الكلام ده مش على تقديم محتوى بس، حتى في الشغل، حتى كصاحب، حتى كبنت، حتى كاهلك. في ناس من اهلك هتلاقيهم بيضروك وانت مش واخد بالك. قراراتك هتبقى اكثر عقلانيا. اهدى، شفتوا انت اهدى وركز وقول له، هو حرفيا ده الكلام ده بجد. اهدى وركز وما تتسرعش. فصدقني كل الحاجات دي انت ممكن تحسها تطوير ذات، بس والله هي ما تطوير ذات ولا حاجه. فعلا الحاجات دي انا طبقتها وفرقت معايا. طبعا على المدى البعيد الدنيا بتبقى اسلك معاك واسهل، وبتكتشف حاجات جديده. يعني انا اصلا لما بدات ادور ورا الناس اللي بتقدم محتوى، ابتديت اشوف اشتغالاتهم. لما بدات اشوف اشتغالاتهم ابتديت اشوف حياتهم. حياتهم بقى لقيتها فاضيه ما شاء الله، سداح مداح. فانت فاهم، حاجه معينه لو عرفت تقفشها هتجيب اللي وراها كلها، تمام؟ وطبعا كونك انك تقفش واحد وتاني وتالت ورابع، ده بيسهل عليك المأمورية وبيديك شوية ذكاء اجتماعي، تمام؟ او حوار الذكاء الاجتماعي ده لازم يكون عندك، تمام؟ لان انت صدقني هيتداس على وشك لو ما كانش عندك ذكاء اجتماعي. وممكن في الفيديوهات الجاية نبقى نتناقش وندردش، واقول لكم على الحاجات اللي انا كنت بقع فيها وازاي انا فعلا الحاجات دي فرقت معايا. واشوفكم في الفيديوهات الجاية يا رجالة.